السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسائل التواصل الاجتماعي مشتعلة بسبب اختفاء الصحفي المعارض الجزائري هشام عبود وناصر الجن. انتقم منه. كيف ذلك؟ أنا غادي نجيكم في التفاصيل، وغادي نجاوب أيضا لماذا اختطف المعارض هشام عبود. بداية، اختفاء الكاتب والصحفي هشام عبود يلفها الغموض، لا أخبار عن مصيره لحد هذه اللحظة، لا تواصل مع العائلة ولا الأصدقاء ولا الأقارب. منذ يوم الخميس 17 أكتوبر توجه من مطار بروكسل إلى مطار برشلونة. منذ ذلك الحين لا أخبار عنه. آخر اتصال كان مع زوجته عند وصوله لمطار برشلونة، وكان بصدد أخذ تاكسي ليتوجه إلى المكان الذي كان مسافرا له بطبيعة الحال. زوجته قلقة لأنه ليس من عادته أن يختفي بتلك الطريقة، وليس من عادته أيضا إغلاق هاتفه، فهو أصلا يملك 4 هواتف، فمن غير طبيعي يتم إغلاق كلها في وقت واحد. يعني من الخميس إلى حد هذه اللحظات لا خبر عنه. اتصلوا المحامين بالمستشفيات واتصلوا بجهات إسبانية على فرضية احتمال اعتقاله في برشلونة، وأكدوا أنه لا يتواجد في أي جهة أمنية سواء داخل المطار أو خارجه. بقيت فرضية واحدة مع الأسف الشديد، وهي الاختطاف واحتجازه في مكان ما. هذه المسألة اهتمت بها الصحافة الإسبانية والعالمية والعربية والقنوات. كل شبكة التواصل الاجتماعي تتكلم عن اختطاف هشام عبود الغامض، ولكن تسربت بعض المعلومات. هذه المعلومات جاية من الجزائر، حيث أن الأمن الداخلي قال أنه على استعداد وأنه يستعد لاستلام الإعلامي هشام عبود، وأن مدير الأمن الداخلي المعروف باسم ناصر الجن هو من تحدث بهذا الأمر شخصيا صباح يوم السبت. ناصر الجن هو صراحة من يعني عنده السبب الرئيسي اللي يخليه، والدوافع الرئيسية اللي تخليه يقوم بهذا الفعل. علاش؟ السبب هو أن هشام عبود قام بانتقاده وكشف أن ناصر الجن متزوج بمغربية في إسبانيا، فجن جنون ناصر الجن وغضب غضبا شديدا، لأن هذه المسألة تشكل له مشاكل داخلية في جهاز المخابرات الجزائرية. بمعنى أصح أن القضية هي انتقام، لأنك خرجت معلومات سرية وشخصية عن أهم عنصر في جهاز المخابرات الجزائرية، ولهذا السبب كان الانتقام جاهز ليكون الرد على هشام عبود بهذا الشكل. مع الأسف الشديد تفاعل الكثير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الموضوع، وأعطوا رأيهم بكل صراحة فيما حدث. أنا جبت لكم بعض المداخلات للإخوان أو بعض التعليقات على هذه المسألة وكيفاش تفاعلوا معها الجمهور. بداية مع هذا التعليق، يقول أحدهم: المخابرات الفرنسية لها دور في اختفاء هشام، هي تعرف تحركاته كما أنها تعلم أنه بصدد الاتجاه إلى إسبانيا قبل أن يستقل الطائرة بيوم أو بضع ساعات، وقد قامت بإبلاغ الحركي بوقت وصوله إلى إسبانيا. صراحة هذا التعليق شفت فيه واحد الأهمية بخصوص فرنسا، واش حتى هي متورطة في المسألة أو لا. والأيام يعني غادي تبين، مع الوقت غادي نكتشفوا المزيد من المعطيات والحقائق حول اختفاء هشام عبود. تعليق آخر يقول:
أين هو الأمن الإسباني؟ السيد مختفي منذ 3 أيام، لازم فتح تحقيق. كان على عائلتي توكيل محامي لرفع الشكاية ضد مجهول لدى العدالة الإسبانية منذ الوهلة الأولى من اختفائه قبل فوات الأوان. صراحة كل هذه المسائل الأسرة ديال هشام عبود قامت بفعلها بطبيعة الحال، وكلت محامي وهو الآن يقوم بالإجراءات القانونية، بالإضافة إلى أن إسبانيا فتحت تحقيق. وهذا هو اللي قلت لكم من بداية الفيديو، أن إسبانيا فتحت تحقيق، وأن الصحافة ديالها تتكلم على هذه المسألة، وأنهم غير موجود لا في المستشفيات ولا في الأجهزة الأمنية الإسبانية. تعليق آخر يقول: ربي يقدر الخير لهشام عبود ويحفظه من كل مكروه ويرجعه بالسلامة والعافية لأسرته وأحبائه الأوفياء، آمين يا رب العالمين. صراحة كاين واحد الخوف كبير، كلما زاد الوقت كلما زادت الشكوك والمخاوف حول الوضع الأمني والصحي لهشام عبود، خصوصا أنه غير موجود في المستشفيات وغير موجود في الأجهزة الأمنية الإسبانية. إذن السيد في مكان بعيد عن هذه الأماكن المعروفة، خصوصا أنه حتى الهواتف ديالو مغلقة. هذه هي المشكلة الأكبر. يجب إبلاغ السلطات الإسبانية وتفحيص الكاميرات والطاكسي الذي أخذه. ربما بدأت من الطاكسي. فعلا نظن بأن هذه المسألة أيضا مهمة، أن الكاميرات يجب أن تفرغ، ويجب التحقق من الطاكسي إذا كانت فعلا طاكسي أو أنها كانت سيارة وهمية على شكل طاكسي أخذت الرجل إلى مكان بعيد عن الأنظار، وإلى مكان ممكن هو الآن في مكان صعب أننا نعرفه أو أنه يكون آمن. نتمنى لأخونا عبود أن يعود سالما معافى. الله يحفظ من شر عصابات العسكر الشائخة المسنة على فرنسا أن تتدخل، لأن الأستاذ عبود عنده الجنسية الفرنسية. كل شيء باين. أظن أنه اختطف من طرف العصابة الشائخة العسكرية. أكيد أصابع الاتهام تتوجه إلى عصابة الكبرانات المافيا ديال الجزائر مع الأسف الشديد. نشوفوا تعليق آخر يقول: صحافي حر ومعارض يحب بلاده حتى النخاع، أتمنى أن يكون في صحة جيدة وأن يعود إلى أهله وذويه في أقرب الأجل. الله يحفظه على أحرار الجزائر أن يضغطوا على الجمعيات الحقوقية في أوروبا وجميع العالم ليعرفوا مآله. الله يحفظه ويكتب عليه مكاتب الخير، لأن النظام العسكري في الجزائر أمنيته هو إسكات هذه الأصوات الحرة. فعلا صراحة الوضع متأزم، وكلما طال الوقت كلما زادت الشكوك والمخاوف على الرجل. تعليق آخر: المفروض أن فرنسا يجب عليها التدخل، لأن الرجل كان لاجئا سياسيا في فرنسا وكذلك إسبانيا. عليها أن تتحمل كل المسؤولية، لأن ما وقع كان فوق ترابها. على أسرته وجميع الفصائل المعارضة أن تحدث ضجة من أجل كشف ملابسات الحادث. فعلا المسألة يجب أن تأخذ مجراها، خصوصا في المظاهرات التي يجب أن يقوم بها الجزائريون لكشف أين هو هشام عبود، بالإضافة إلى تدخل الجمعيات لمناصرته. تعليق آخر يقول: الله يحفظ البلاد والشعب وأسرته من شر الفاشية العسكرية الدكتاتورية الخبيثة. حقيقة ستكون خسارة كبيرة للشعب الجزائري، ويلزم التحرك مع المنظمات الحقوقية فورا. وأنا أتفق مع هذا التعليق بطبيعة الحال، لأن المسألة كلما زاد الوقت كلما زادت فرص الكشف عن ملابسة اختفاء الصحفي هشام عبود، لأن الجزائر المعروفة بعملية إسكات وتكميم الأفواه لكل من يعارضها. إذا كانت العصابة تتهم المغرب بكل مصائب الدنيا التي تصيب الجزائر، فحتما ستتهمه أيضا بخطف عبود، لكن السلطات الإسبانية لن تكون في دار غفلون وستجد الصحفي الحر. مع الأسف هذا إذا لم تكن إسبانيا متورطة في هذه المسألة، لأن أغلب الاختطافات تتم على أراضيها،
ومن معارضين جزائريين. إذن إسبانيا ممكن تكون مشاركة في هذه العملية مع الأسف الشديد. تعليق آخر: إسبانيا تلعب لعبا غامضا وملتبسا مع النظام الجزائري. من واجب المنظمات الحقوقية القيام بدورها وواجبها، خصوصا الإسبانية باعتبارها دولة ديمقراطية. كاين تناقض في هذا التعليق صراحة، أن إسبانيا تلعب دورا غامضا وفي نفس الوقت دولة ديمقراطية، فهذا معناه أن ممكن تكون إسبانيا متواطئة في عملية الاغتيال أو الاختطاف، لا قدر الله. يعني أنا قلت اغتيال ولكن الله أعلم. تعليق آخر يقول: الحمد لله، فوهة مرحاض انغلقت وانقطعت أخبارها، شيء جميل بالنسبة للجزائرية. تحية الجزائر موحدة، وتحية الجيش الوطني الشعبي. وزير الدفاع عمنا تبون. خبر مفرح، العقوبة للباقيين. ودي الجزائريين حتى التعليقات ديالهم، يعني دوك اللي متابعين للنظام الجزائري، ما أخطاء إملائية وفكرية الله المستعان. تعليق آخر يقول: واليوم تم رسميا اتهام الشعب خالد بالتجسس لصالح المغرب، وهو لم يسافر الجزائر منذ سنوات، ثم على ماذا يتجسس وكيف؟ غريب هذا النظام، كل يوم يخترع حكاية بدون استحياء. صراحة هذه المسألة ديال اتهام الشاب خالد بالتجسس غادي نرجع لها في فيديو آخر بإذن الله. ولكن بقاو مع هذا الموضوع لأنه أكثر خطورة صراحة للأسف الشديد. نزيد تعليق آخر: ننتظر منكم رفع دعوى قضائية استعجالية إلى الأمم المتحدة ضد العصابة الشنقريحية بتهمة اختطاف المعارضين الجزائريين ووضع طلب حمايتهم من يد المجرمين الشنقريحيين. للأسف الشديد هذا هو الواقع. يعني على الجزائر أن تقف عند حدها، وأن تترك الصحفيين يمارسون حريتهم بالتعبير عن أفكارهم وآرائهم بدون ضغوط أو ديكتاتورية. فضيحة أخرى للجزائر والمجرمين أعداء. أليس في الجزائر رجال أحرار يوقفون هذا العبث؟ ماتت النخوة في الجزائر. مع الأسف الشديد، إذا كان واحد معارض خارج البلد وتعرض إلى هذه الكارثة، فما بالك بالجزائريين المقيمين داخل وطنهم؟ أعتقد أنهم في ورطة كبيرة وخوف شديد. يجب الرجوع للكاميرات المتواجدة بالمطار لمعرفة وجهته، وعلى السلطات الإسبانية أن توضح ملابسات هذا الاختفاء. أكيد يعني الناس في حالة خوف وذعر وحالة قلق شديد على الصحفي الذي كان يقدم معلومات قوية عن النظام الجزائري، وكيف أنه نظام كبرانات لا وجه للمقارنة بين المغرب والجزائر. بعض الانفصاليين يذهبون من المغرب إلى تندوف ويسبون المغرب ويعودون إلى المغرب ولا أحد يتكلم معهم. هذا يدل على أن الديمقراطية وحرية التعبير، يعني الفرق ما بين المغرب والجزائر أن المغرب دولة ديمقراطية وتترك حرية التعبير كيفما شاءوا. في إسبانيا كاميرات في كل مكان، سهل تتبع مسار هشام عبود من المطار. للأسف هشام عبود ارتكب خطأ المجيء على إسبانيا لأنها سبق ويعرف أنها بعد اختطاف أمير ديزاد كانوا سيأخذوه من إسبانيا للجزائر. أنا أظن أن المخابرات الجزائرية ستدرجته لإسبانيا للقاء صحفي مزعوم. ممكن أنه ذهب على أساس أنه عنده لقاء صحفي، ولكن الحقيقة أنه ذهب ليكون ضحية الكبرانات. لماذا ذهب إلى إسبانيا وهو يعلم أنه مهدد من طرف النظام الجزائري؟ بدون شك إنه مختطف من طرف المخابرات الجزائرية. نتمنى الله يصاب بمكروه، الله المعين. نتمنى الخير أيضا لهشام عبود وأن يتم الإفراج عنه أو تظهر الحقيقة. قضية خاشقجي تعود من جديد، وهذه المرة بنكهة جزائرية. هشام عبود سيكون غالبا بالسفارة الجزائرية هناك، مع الأسف الشديد هذا أيضا احتمال وارد. تعليق أخير: رجل يحب بلاده وكان يرجو أن تكون مثل دول الخليج، ولكن عصابة تريد إسكات من يقول الحقيقة. وأتمنى أخي أن تكون حذرا. هذا يقصد أنور مالك أحد الصحفيين أيضا. المهم نتمنى الخير لهشام عبود وأن نسمع عنه أخبار جيدة. وتحياتي للجميع وشكرا على المتابعة في فيديو آخر إن شاء الله.